وين المرور؟ وين الحساب؟ وين الكتاب؟ مرحبا بكم في موجز الأخبار. مصرع 7 أفراد من عائلة واحدة بينهم أطفال في حريق مأساوي التهم منزلهم في حي التقية وسط محافظة الديوانية. الحكومة العراقية تحدد مهلة أسبوعين كحد أقصى لحل مشكلة تعيين خريجي كليات المجموعة الطبية والمهن الصحية في المدة المحددة لهم بعد التخرج. العراق يعلن تسجيل نحو 7000 حالة طلاق خلال شهر أيلول الماضي حسب إحصائية نشرها مجلس القضاء الأعلى. اعتقال رجل مخمور حاول استهداف جاره برمانة يدوية بحجة تحرشهم ببناته شرقي بغداد. غضب شعبي بسبب سائق اشتراك ظهر بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بنقل تلاميذ في صندوق السيارة.